وعشان كده لازما ولابد تعيش مبسوط وتكون متفائل. خليك فاكر مهما المر زاولني بقرفه فهزاوله بفرحي وببساطتي، والحرب المعمولة لجرحي هكسبها من أول جولة من غير لا معفرة ولا ديوله. خليك مبسوط دايما علشان مهما الدنيا جات لك سودة ومهما الليل زاد في العتمة، مهما قلت انك تعبان وانك مش قادر، فتأكد ان الشمس هتيجي تشقشق مع كل صباح جاي في حياتنا. لو في اوقات جات لك وحشة فهتيجي اوقات احلى تعيشها. خليك من الناس المتفائلة، خليك واثق في جمال بكرة. لو الارصاد الجوية قالت لك بكرة جاي سيول، لو الناس المتشائمة قالت لك بكرة مفهوش نور، اعكس قولهم واقعد قول تيجي الايام زي ما تيجي وهفضل مبسوط دايما على طول. ربك ما خلقش الضلمة وبس، لا خلق النور يجي بعديها. العتمة جت في الليل في اخرها حبة وقت وهتلاقي الشمس تغطيها. فتعيش ليه خايف من بكرة وتعكنن نفسك في الفاضي وتضيع ليه فرحة دلوقتي علشان اوهام ممكن ما تجيش؟ محدش عارف بكرة في ايه ولا حتى انت ضامن عمرك. افرح بالوقت اللي انت عليه واضحك في اللحظة اللي عايشها، وطالما بكرة في علم الغيب يجي زي ما يجي ساعتها يبقى يحلها 30 حلال وساعتها هتفرج مش قصة. أنا لو منك أشتري راحتي، وإن كان كل خيوط فرحي دبلانة وبهتة، وإن كان الشوك 1000 قراط في طريق صبري، وإن كانت الدنيا آخرها في الأيام بكرة، وإن كان المر بقى براند وفتحوا الفرع بتاعه جنبي، فهقول له أنا عاوزك تفتح في عمارتي، ولا أقول لك خد الدور اللي فوقية، ولا أقول لك أجر أوضتي، أو بص تعالى بات جنبيا، ولا هيهزني شعر وجودك طول ما أنا كافر بوجودك فيا. ومزاجي الحلو هيفضل حلو حتى وإن العالم مش عاجبه، حتى لو هكروا إحساسي وفيروسوا كل الحلو في جسمي هفضل مبسوط. تعرف ليه؟ علشان روحي راضية ومرضية، ودهيت الحاجة اللي وحيدة اللي المخاليق ما تقدرش تهكرها أو تقدر تلعب في أساسها. فيكفيني إني مصدق نفسي وعايش على حلو ده إحساس، وعليك إنك تسمع مني وتسيبك من وجع الراس وتعيشها بتضحك ومزقطط مهما الأيام جت مؤذية. أحيانا لما المشكلة بتضايقك وبتقعد 100 ساعة تفكر في حلول علشان تخرج منها، فبترسم في حلول بالكوم علشان تعرف بيها تحل، لكن ساعة التنفيذ واما المشكلة تبقى قصادك فتلاقي انك بتقول في حلول خارجة طازة من تفكيرك ما كانتش ولا يوم في بالك، والموضوع يخلص من بدري. وده معناه ان احنا كنا بنعمل ازمات على حاجة تافهة ونضايق نفسنا من دون لازمة، وضيعنا اوقات في الغم والموضوع كان كله بسيط واتحل من اللحظة التانية. فيا عم الحاج ابوس ايدك ما تشيلش الهم ابو حمل تقيل، الاوزان دي تقيلة عليك ارميها بدل ما تكسر عظمك. ساعات الجرح اما يجيلك بيكفر عن ذنب عملته، او انذار بيخليك تصحى علشان ما تحوتش في مشيك. ما انت طول عمرك ماشي يمين وطريقك كان متسفلت لخم، حتى اما كنت بتمشي في ليل بتلاقي النور فارد وشه، واما حودت السكة شمال فلقيت الجرح بتقلم قبلك، ولقيت الضلمة في طرقك قادت، والطرق اللي كانت اسفلت بقت دلوقتي طرق مردومة. وده معناه ربك بيقولك ارجع تاني زي ما كنت وامشي يمينك ينشف عودك. تعرف في ناس في الدنيا دي مهما بيكبروا بيصغروا اكتر، وتشوفهم جدا تستغرب الناس دي ازاي عمالة تصغر، علشان دول ناس مرضية عايشين الدنيا دي ببساطة، مهما الاحزان جاتهم موج بيعدوا من الناحية التانية. لو شافوا الهم نافش ريشه بيديله ظهره وتعشت. بسط حالك تتحصن من مر الهم واصحابه. عيش في الدنيا دي بمبدأ محدش واخد من امها حاجة. بص لنفسك وانت بسيط وانت مكبر للدنيا دي، هتلاقي الاحزان بتفرقك علشان ما لقيتش منفعة منك، وهتلقى الافراح بتصاحبك علشان شافت فيك ضحكتها. بعدين ما الاقدار مكتوبة ونصيبك مفيش منه هروب، وميعاد موتك لن يتغير، ورزقك مش هيجيلك ناقص، والبلا لما بيجي لعندك يا تكفير ذنب عليك يا اما عقاب وبتدفع ثمن. بعدين ربك مش هيجيب لك حاجة فوق طاقتك، علشان ربك قالها صريحة ما بيحملش الانسان غير وسعه. يبقى ليه تزعل لما زعلك مش هيغير من الاحداث حاجة؟ يبقى ليه ما تفرحش لما الفرحة هتخليك عايش في سعادة؟ وعشان كده لازما ولابد تعيش مبسوط وتكون متفائل. خليك فاكر مهما المر زاولني بقرفه فهزاوله بفرحي وببساطتي، والحرب المعمولة لجرحي هكسبها من أول جولة من غير لا معفرة ولا ديوله.